مساء النور، ازيك يا امور؟ حسيتك زعلان يا صديقي فجيت اهون عليك. المدرسه خلاص فتحت ابوابها وانا كمان رجعت ليكم. هتقولي ايوه وانت مين؟ معلش عشان مش فاكرك. لا بقولك ايه، ولا اتعدل بدل ما اضربك بالقله. هتقولي اتشوجله؟ هقولك هتشو. لا انا واخد برد لوحدي. المهم نوفر الكلام ده لاخر الفيديو مش دلوقتي. يا ترى لسه فاكر حكايه سومان؟ طب حمدان؟ طب الحمار الاتش ار؟ لا بقولك ايه، انجز روح اتفرج عليهم تاني علشان ده النهارده فيديو وبكره فيديو وبعده فيديو وربنا هدلعك. علشان كده قبل ما ارجع قلت خليني اجهز ليهم شويه فيديوهات كتير، وبالفعل يا صديقي ده اللي حصل. جهزت لك اسبوع كامل من المتعه، فجهز الفشار ويا مراد اربط الحمار وليتس جو يا انبهار. وقفنا بالمقطع السابق لما شفنا بنات النينجا عرفوا حقيقه محاسن وراحوا علشان يفضحوها قدام سومان. بنفس الوقت سومان قام من النوم على ريحه السمنه البلدي السايحه بالملوخيه. هتقولي وانت عرفت منين انها سمنه بلدي؟ هقول لك على اساس انها عامله ملوخيه يعني. المهم سومان بيقول لمحاسن صباح الخير يا محاسن، بتقول له صباح النور يا زعيم، انا عملت لك الفطار بيض مقلي. ارتحت يا صديقي؟ اهو طلع مش ملوخيه اصلا. المهم سومان بيقول لها يا سلام على الريحه. بيروحوا يقعدوا علشان ياكلوا ومحاسن بتكلم نفسها وبتقول على حسب معرفتي بعلم النفس فسومان مش مهتم بشارع عبد العزيز اللي في وشي. يا ترى هل سومان مختلف عن الرجاله التانيين؟ والله يا اختي محاسن الرجاله انواع وانت وحظك بقى، محدش يسالني قصدك ايه علشان هقول لك صدقني مش عارف. المهم سومان بيكلم نفسه وبيقول وش محاسن مبهدل خالص وحالته حاله، اكيد نفسيتها متحطمه علشان هي بنت، لكن ده مش مهم. انا فعلت مهاره الدكتور خليفه وبدات اعمل مراهم، كلها مساله وقت وهعالجها. وقتها هتكون محاسن وقعد بدباديبي، كل حاجه ماشيه زي ما مخطط ليها. محاسن بتقول له يا زعيم انا لو عملت حاجه تضايقك المفروض اعمل ايه علشان تسامحني؟ سومان بيقول لها على حسب الموقف بتختلف رده الفعل، ولو كان الموقف عن خساره الفلوس والمشاريع فانا مسامحك، مش الفلوس اللي هتفرقنا عن بعضينا. محاسن بتكلم نفسها وبتقول لو اكتشف ان جاسوسه بتتعاون مع مجموعه ماليه كبيره ومعرضه حياتك للخطر، هل يا ترى هتسامحني؟ مع اني نجحت في خطتي بس مفيش ذره فرح في قلبي. بتيجي صفيه وبتقول ايه الريحه دي؟ هو انتوا هتاكلوا لوحدكم ولا ايه؟ محاسن بتقول لها تعالي بس اقعدي انا عملت الفطار للكل. صفيه بتقول لها طب ارتاحي انت وانا هخدمك علشان شكلك لسه تعبانه. وجهاد بتقول لها وانا كمان هاتيلي معاكي. بالفعل بيتلموا على السفره وهما بياكلوا بيسمعوا خبط جامد على الباب. جهاد بتقول مين اللي قاعد يخبط على الباب كده؟ صفيه بتقول تلاقيها الاخت ناديه اتصلت بيا النهارده بتسالني عن عنوان اخويا الجديد، قالت انها هتيجي مع شويه بنات تانيين علشان مشكله عند اخويا تقريبا عنده جواسيس بالشركه، كانوا بيحاولوا يتصلوا بيه بس موبايله مغلق. محاسن بتستغرب وصفيه بتروح علشان تفتح الباب، عندنا الباب بيفتح بالصوت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بقول افتح يا سمسم فالباب بيفتح، وانت ودماغك بقى تصدق ما تصدقش. المهم صفيه بتروح وبتفتح الباب بتقول او ماي جاد سلاحف النينجا، سلحفات النينجا بيدخلوا من غير استئذان. وصفيه بتقول لناديه مين البنات دول؟ بتكلم نفسها وبتقول هو اخويا مش بيخاف من كتر البنات دي؟ ناديه بتقول لها الموضوع مستعجل مفيش وقت للكلام، اخوكي ومحاسن هنا ولا؟ بتقول لها ايوه قاعدين بيفطروا. بالفعل بيروحوا وبيتلموا فوقيهم. منار بتطلع ورقه وبتقول سومان بطل حش بقى وفكر معايا شويه، انت متعرفش ان الوليه دي اللي اسمها محاسن جاموسه لواحد تاني وده الملف بتاعها؟ سومان بيمسك الملف وبيتفاجئ من امتيازاتها ودرجاتها العاليه، خصوصا انها ادارت المليارات واستحوذت على اكبر الشركات، كل ده ولسه هي بالعشرينيات من عمرها. منار بتقول له اديك شايف انك كنت بتربي ثعلبه بقرون، انت وثقت بيها وهي خدتك لطريق مسدود. صفيه بتكلم نفسها وبتقول معقول اختي محاسن الحبوبه المحبوبه الرقيقه الشريفه تطلع عصفوره؟ محسساني انها كانت معتكفه على المصليه، انت مش شايفه على الملابس اللي بتعملها؟ المهم الاخت جهاد بتكلم نفسها وبتقول الاغبياء دول مفكرين ان سومان غبي زيهم ولا ايه؟ هو كان عارف من البدايه وكان بيلعب معاهم زي عيال اخته. بعدين لو فكرت بالموضوع فمحدش كان يعرف غيري، ده يعني ان انا اكتر واحده بيوثق بيها. والفنانه كريستال بتكلم نفسها وبتقول لو كانت محاسن جاموسه فاكيد سومان كان عارف، وشركه بلوبيط هي حركتها السريه، وممكن ان محاسن ما تعرفش ان سومان اكيد استغلها علشان يعمل حركتها السريه. محاسن بتقول لهم كلامهم صح، انا اتقربت من المعلم سومان علشان هدف، ما عنديش حاجه اقولها دافع عن نفسي بيها. سومان بيقف وبيقول محاسن تعالي ورايا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا. اما صفيه بتعيط وبتقول ما فكرتش ابدا ان محاسن هتكون جاسوسه، هي كانت بتسالني كتير عن اخويا وانا كنت بجاوب عليها، خايفه اكون اذيت اخويا وانا ما اعرفش. جهاد بتقول لها ما تعيطيش يا صفيه، مفيش حاجه تستاهل العياط، اخوك كان عارف انها جاموسه. كلهم بينصدموا بيقولوا سومان كان عارف انها جاموسه. ناديه بتقول لها طب ليه اداها مشروع مهم زي ده؟ جهاد بتقول لها وانا اقول لك ليه. بتكلم نفسها وبتقول واضح ان النسوان دول مهتمين بسومان، هو مفيش رجاله قاعده في البلد غيره ولا ايه؟ بتهب منها هي وناديه وبيمسكوا في بعض. مش
عارف ليه بس افتكرت اني لما بنزل الشارع اروح السوبر ماركت بتحصل خناقه زي دي بين البنات عليا، استغفر الله من الفتنه، مش ذنب اني اتولدت بهذا القدر من الجمال. المهم كريستال بتقول لهم تعالوا انا افهمكم، في الوقت الحالي بتشكل الاراضي اللي استحوذت عليها شركتنا والشركه السفليه مساحه كبيره جدا، وده يعني والخط بيقف معاها لحد هنا. في ايه يا فنانه، رصيدك خلص ولا ايه؟ وانا اللي قلت انها خلاص جابت التايهه بس شكلها تاهت معانا. المهم ناديه بتقول انا فهمت. ايوه بقى انا فهمت دماغ المخرج، هيخلي كل واحده تقول جملتين لحد ما يفكر في السيناريو بتاع محاسن وسومان. عامين يا هندسه، انا فاهم دماغك. المهم ناديه بتقول الشركه السفليه مش بتاعه عيله لين بل بتاعه سومان. امي كانت بتقول انها حاسه بكده. امك حساسه وانت قماصه والمتابع بصبر. المهم بتقول سومان بيعمل حساب لكل حاجه، بيتحرك في الظلال وهو عارف انه هيحقق الانتصار. الراجل ده بيخوف. كلهم بيتفاجئوا وبيقولوا ده مش عقل انسان. منار بتقول يا يوكي انا عملت مصيبه، لو الجاموسه عرفت هتقولي للناس اللي بتشتغل عندهم وقتها هتخرب خطط سومان. يوكي بتقول لها ما تخافيش، كلام سومان مع محاسن بيخليني افكر ان هو عنده خطه بديله جاهزه. من البدايه سومان مش الطرف الخسران. بتكلم نفسها وبتقول كل ما عرفته اكتر كل ما لقيته اجمد من الاول، دايما بيعمل حاجات متهوره علشان يفوز. معقوله نكون احنا كمان بيادق على الملعب بتاعه؟ لا يا اختي يوكي ما تخافيش، هطمنك انا، انتم مش البيادق، انتم اللعبه نفسها. المهم بنفس الوقت عندي سومان ومحاسن اللي بتقول له انا اسفه يا زعيم، انا اتقربت منك علشان اجمع معلومات واعطل خطه مدينه السينما، ما كانش عندي خيار او طماطم غير ان اعمل المهمه، وانت عارف ان اهم حاجه هي المصالح الشخصيه. سومان بيقول لها انا عارف كل ده. بتقول له انت عارف كل حاجه؟ بيقول لها ايوه، من الاول عارف انك بتتقربي مني بالعامل وعارف كمان مين اللي بعدك، ولكن مفيش حاجه من دي بتهمني. هل فاكره اللي قلته ليكي؟ طالما الموضوع بيخص الفلوس والمشاريع فانا مسامحك، مش الفلوس اللي هتخسرنا بعض يا محاسن. والبنت قلبها بيحن وبيرن الجرس ونقاط الاعجاب بتزيد 10 نقاط اعجاب، بتوصل 85 نقطه اعجاب. محاسن بتقول له بس انا شايفه انه. بيقول لها مش مهم انت شايفه ايه، المهم اللي انا شايفه من هنا ورايح انت جزء من فريقي وانا بقدر مواهبك ومهاراتك وعايزك تنضم ليا. مش مهم اللي انت عملتيه ومش مهم الماضي، المهم نصنع المستقبل. بتقول له بس يا زعيم انا. بيقول لها شت اب، سد بوزك قبل ان اشوتك، كن فهمني. بيقول لها شيت اب، لقد تكلمت كثيرا، انت ورقة المخفية، اي شخص يفكر ان يتحداني سوف الكمه لكمة تفقده عقله، خليك مستعدة للشغل. وبيسيبها وبيمشي. محاسن بتكلم نفسها وبتقول انت هتسيبني وتمشي كده؟ مش هتوصلني للباب؟ طيب ما تستغربش يا صديقي، دي هرمونات مش اكتر. المهم بتوصلها رسالة على حسابها البنكي انها استلمت 30 مليار من المعلم، وبيقول لها دي مهمتك للاسبوع القادم. محاسن بتتصدم وبتقول 30 مليار؟ بتقع على الارض وبتعيط وبتقول هو ليه بيعاملني بالطريقه دي؟ انا ما استاهلش. ونقاط الاعجاب بتزيد 8 نقاط وبتكون 93 نقطه اعجاب. سومان بيكلم نفسه وبيقول انا ضيعت عليها حوالي 50 مليار، ومع مهاراتي بالتمثيل لو كانت وقعت في دباديبي بسهوله، كويس اني ركزت على مهارات الطب. لو الفلوس مش هتحرك مشاعرها فاكيد مظهرها الجميل هيكون ليه كلام تاني. اصبري عليا لحد ما اقلب الطاوله على دماغي. لكن بتوصلها رساله من محاسن وبتقول له انا اسفه يا زعيم لكني ما اقدرش اخون عائله مسعود. سومان بيقول اخيرا بدات تتكلم بالحب، هي متردده، هي مش لاقيه سبب تقنع بيه نفسها. سومان بيبعت لها رساله وبيقول لها باطل كلام ملوش لازمه، مش مهم انت شغاله عند مين، المهم تكملي المهمه. محاسن بتبعت ليها علامه استفهام، فسومان بيقول لها انت عنيده كده ليه؟ انا عايزك تنضم للفريق بتاعي وتساعديني في صرف الفلوس، انا مش بطلب منك خيانه عيله مسعود المسدود، ولو عايزه تستعملي الفلوس لمساعده مسعود ما عنديش مشكله. بتبعت ليها علامات استفهام وبتقول له وانت مفكر ليه اني ممكن اصدقك؟ بتكلم نفسها وبتقول هو عايزني اكون جاموسه ليه واساعده في جمع المعلومات، ودلوقتي بعد ما اللعبه اتكشفت معرفش كيف هساعد سومان علشان يغير الموضوع. سومان بيفتح الباب وبيتصدم لما بيشوف 1 2 3 4 5 بنظرات متحمرشه مش مفهومه. سومان بيتوتر وبيقول هو في ايه؟ هما ليه بيبصوا ليا بالنظرات دي؟ انا ممكن اتقبل الموضوع ولكن ليه منار بتبص ليا بالطريقه دي؟ ونقاط اعجاب منار بتزيد وبتصل 95 نقطه اعجاب. سومان بيكون مش فاهم حاجه ولا فاكر امتى النظام ربط بيها اصلا. بياخد المكافآت اللي بتكون فلوس ومهارات، واهم مهاره هي مهاره القرصنه. هيكون بحار يعني. اكيد فهمت، انا مش عايز علامات صفراء على الفيديو. سومان بيتفاجئ وبيقول دي مهاره بحار، شكلي بتوهم، بحس اني عايز انام لما بستعمل مهاره. النظام بيقول له لان المضيف معاها الكثير من المهارات والكارت اللي بدماغك 10 جيجا فده هيضغط عليك جامد. سومان بيتصدم وبيقول مش غريب اني في كل مره بحس اني عايز انام، بس ده منطقي جدا، المهارات كترت عليا لدرجه ان دماغي ما بقاش مستحملها. بالاول كنت مفكر ان منار بنت عاديه غبيه معجبه وخلاص، بس طلعت قبطانه
حدود بحار ومحيطات. بيقول النظام يزود المساحة 50 جيجا كمان. بالفعل بيزود المساحة، بدل كارت 10 جيجا بيبقى كارت 128 جيجا. النظرة منه تهكل بني ادمين مش الاجهزة وبس. وسمان بيكون مستغرب من عالم العباقرة اللي هو دخل ليه. منار بتقول له انا اسفة ما كنتش عارف انك عارف وخربت الخطة بتاعتك. سمان بيقول لها ولا يهمك، سواء انت او غيري كده كده الحقيقة كانت هتظهر في يوم من الايام، لكن يا ريت لما تيجي محدش يتكلم معاها او يضايقها بالكلام ولا كأن حاجة حصلت. والبنات بينصدموا من رد سمان. منار بتقول يعني سمان قدر يخليها تنضم لينا؟ هل عايز يخلي محاسن جاموسة ليه عند مسعود؟ يخرب بيت الذكاء اللي عنده. بنفس الوقت محاسن بتكون عند الباب وسمع سمان وهو بيتكلم وبيقول محدش يضايقها، هي لسه السكرتيرة بتاعتي ومهمة ليا. بتنصدم وبتقول هو بيدافع عني؟ كل كلامه كان بجد، هو ده الشخص اللي يستاهل ان اشتغل عنده. بعد شوية الاخت محاسن بتلم شنطة علشان تمشي وسمان بيكون واقف معاها عند الباب. بتقول له خلاص بقى ادخل انت، انا هطلب اوبر. بيقول لها بصراحة كده مفيش مشكلة لو تفضلي قاعدة معانا. بتقول له الازاز اللي بيظهر فيه خدش هيكون فيه صدع، انت ما عندكش مشكلة معايا، بس التانيين هيبصوا ليا دايما ان جاموسة. بنفس الوقت الاخت صفية بتقول هل فعلا اخويا عارف انه يقنع الاخت محاسن انها تكون جاموسة ليه؟ انا دي حاسس انها مكتئبة. المرة دي فشلت خطة عائلة مسعود قدام اخويا، هل ممكن انه هيتم معاقبتها لما ترجع؟ جهاد بتقول لها كلامك خلاني افكر بحاجة، ممكن تكون محاسن ما تعرفش خطة سومان، ولما تعرف عائلة مسعود اننا اتغلبنا عليهم فسواء خانتهم او لا فهيرموا الغلط عندها، وقتها هيتم معاقبتها. والاتنين بيتصدموا من الشر والظلم اللي هتتعرض ليه. بنفس الوقت ياسر بيتصل بالاخت جهاد وبيقول لها انت فين؟ بتقول له انا عند المعلم صياد الحريم، وخليني اقول لك ان لحقت العرض اللي حصل من الاول. اخوها بيضايق من كلامها عن سومان وبيقول جهاد ما تعرفش عن صفقتنا مع مسعود المشدود، ولو سبتها شويه مع سومان ممكن ابقى عم عيالها. بيقول لها كفايه لحد كده وارجعي البيت، كلها اسبوع والمدرسه هتفتح، ارجعي البيت وجهزي نفسك. جهاد بتتضايق وبتقول انت شايفني عياله صغيره ولا ايه؟ اول ما اخلص اللي عندي هديك اكبر صدمه ممكن تشوفها، هخليك تتاكد ان اجمد بيجنج ديبندنج سبرنتنج وومن، مرأة قويه من الاخر يعني. بنفس الوقت يوكي بتقول لناديه انت تعرفي البنتين اللي واقفين هناك؟ ناديه بتقول لها قصدك على صفيه؟ دي اخت سومان بس من مرات ابوه، والتانيه دي جهاد اخت ياسر. يوكي بتتفاجئ وبتقول لها اخت ياسر واحد من اغنى اغنياء العاصمه. بتكلم نفسها وبتقول ما عداش كام يوم وهو دلوقتي مع واحده جديده. بتروح لها وبتقول لها انت صفيه اخت سومان، ايه رايك نضيف بعضنا على سناب؟ انا يوكي رئيسه منصه كبسوا الجديده. سومان بينزل وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ هما امتى قربوا من بعض كده؟ يوكي بتقول لجهاد ضيفتك معانا بالجروب، من هنا ورايح هنكون اصحاب. وسومان بيقول البنات بيحبوا الجروبات جدا، يا ترى ايه عدد الجروبات اللي عندهم؟ ما تعدش يا اخويا سومان. المهم بنفس الوقت بس بمكان تاني عند الاخ مسعود اللي بيقول يا مرحب بالجاموسه محاسن، معلش لو كان كلامي زعلك المره اللي عدت، ولكن زي ما انت عارفه طلع عين ابويا بالشغل وكنت مخنوق وحالتي حاله. المهم اني كلمت اجدع واشطر دكتور تجميل بكوريا شويه وهرجع مظهرك زي ما كان بالاول. محاسن بتقول له متشكره يا زعيم. بيقول لها وايه جابك المره دي؟ بتقول له هويتي اتكشفت يا زعيم وان انا كنت جاموسه عندك. بيقول لها ازاي اتكشفت؟ معقوله يكون عمل لك حاجه عذبك مثلا؟ محاسن بتقول له لا ابدا يا زعيم، بصراحه هو كان عايزني اكمل شغل معاه بس انا رفضت. بتكلم نفسها وبتقول خليني ما اقولش حاجه عن ال 30 مليار اللي بعتها ليا سومان علشان هيفكر اني خنته علشان الفلوس. بيقول لها هو كان رد فعله ايه لما انت مشيتي؟ بتقول له ولا اي حاجه، ده طلع وصلني لحد الباب. بيقول لها ما كانش متضايق ولا حاجه؟ بتقول له لا ابدا يا زعيم، علشان هو من الاول خالص كان عارف اني جاسوسه. مسعود المشدود بينصدم وبيقول لها مين اللي معاه اسهم شركه ادفع وانا دلعك هتهزر همرجحك؟ بتقول له باسم اخت صفيه. ثم ما كانش عايز تكون باسمه علشان يتجنب الشكوك من حوله فحطها باسم اخته. مسعود بينصدم وبيقول احمص انا وقعت بالفخ بتاعه، بسرعه هاتوا لي الخريطه واتصلوا بالمعلم ياسر. هي في شركه اسمها بولوبيت بتشتري الاراضي؟ السكرتيره بتقول له ايوه يا معلم بس هي شركه سريه محدش يعرف عنها، حتى احنا لسه عارفينها من يومين ولا يوم، والشركه دي تبع عائله ياسر. بيتصل بياسر اللي بيقول هو عايز ايه؟ بيرد عليه وبيقول له ايه يا مسعود لو كنت صبرت شويه كنت هتصل انا بيك. لكن مسعود بيصرخ فيه وبيقول له يا ابن يا خاين يا حقير، انت رايح تخوني وتتعاون مع سومان؟ ياسر بيقول له انت بتقول ايه بس؟ ما فيش الكلام ده. مسعود بيقول له بلاش غباء وقول لي هي شركه بولوبيت دي تبعك ولا لا؟ شركه ادفع وانا دلعك هتهزر همرجحك، وشركه بولوبيت اشتروا اراضي كتير ودي متصله مع شركه سومان بشكل جمدان ومخلياه مطمن، هل لسه عايز تنكر؟ ياسر بينصدم وبيقول شركه بولوبيت هي طلعت منين دي؟ ياسر بيقول له يا معلم مسعود صدقني ما اعرفش عنها حاجه، اصبر ادور عليها واعرف اصلها فين، وانا باكد ليك انها ملهاش علاقه بيا. مسعود بيقول له هديك نص يوم تشوف فيه دنيتك وتديني اجابه ترضيني، غير كده انت هتتحمل العواقب بنفسك. ياسر بيتضايق بيكسر الموبايل وبيقول هو مفكر نفسه مين؟ احنا بينا علاقه شغل وهو بيكلمنا على اساس اني واحد من عياله، هو مفكر اني خايف منه ولا ايه؟ بيفكر وبيقول عشان التعاون ده صرفت بتاع $10
10 مليار، لو حصلت مشاكل فمش هعرف اشرح للعيله. بيكلم كبير الخدم وبيقول له روح دور على شركه بلوبيط. طالما مسعود المشدود متضايق فاكيد في مشكله مع الشركه دي. بيقول له حاضر يا معلم. وبعد ساعتين بيرجع ليه بالاوراق. ياسر الكاسر بينصدم وبيقول رئيسه الشركه هي اختي الصغيره، المشكله ان راس المال المتسجل للشركه هو 50 مليار، هي جابت الفلوس منين؟ كبير الخدم بيقول له بص هنا كده يا معلم، الارض اللي اشتراها شركه ادفع وانا ادلعك، هتهزر همرجحك، وشركه بلوبيط مرتبطين ببعض، والمشكله اللي كانت قدام المعلم صياد الحريم اتحلت بالسكر، وبالنهايه احنا لو وقعنا بالفخ بتاعه. كل الاراضي اشتريناها بثلاث اضعاف السعر الاصلي، وده اكبر خساره لينا. ياسر بيقول سومان كان مجهز كل حاجه من البدايه، واكيد غسل دماغ اختي بنت اخر مره قالت انها توريني انا بيجنج اند بونت بلوت اند سترينجنج وومن، مرأة قويه يعني. المهم وبالاخر توريني اكبر خازوق شفته. بيتصل بيها فبترد عليه وبتقول له يعني بتتصل تاني؟ بيقول لها يا مجنونه انت اللي عملت خطه الهروب بتاعت شركه بلوبيط. بتقول له انت خدت بالك؟ اكيد عرفت دلوقتي اختك جامده قد ايه. والله انت جامده من غير ما نشوف. المهم ياسر بيتعصب ويقول لها يا بنت مين اللي اداك الاذن علشان تعملي كده؟ انت اتجننتي؟ انت مش عارفه انت هببتي ايه؟ انجزي ارجعي البيت يلا. لكن الاخت جهاد بتقفل بوشه وبتكبر دماغها. ياسر بيتعصب وبيكسر الموبايل الرابع. في ايه يا عم؟ هو ابوك كان ماسك شركه التفاحه ولا البندوره؟ المهم انه بيقول لكبير الخدم هات لي موبايل جديد. كبير الخدم بيقول له يا معلم ياسر انك تتصل باختك تاني ده مش هيفيدك، الخطه بتاعت المعلم صياد الحريم نجحت، والمفروض دلوقتي تركز على تقليل الاضرار والخساره اللي هترجع عليك. ياسر بيقول له تقليل الاضرار قصدك ايه؟ كبير الخدم بيقول له انا شايف ان ذكاء المعلم صياد الحريم كبير جدا وقوته الماليه بتتفوق علينا كمان، فمن الاحسن اننا نقدم دعمنا الكامل للمعلم صياد الحريم اللي عملته اختك كويس ليك، ولو ما استغلتش الفرصه هتخسر كتير. ياسر بيقول له كفايه انا مش هسيب ناديه، معقول انا ياسر الكاسر اخضع لواحد زي ده؟ كبير الخدم بيقول له هل لازم تخسر كل ده علشان حرمه؟ اهو بقى ياسر طلع بيعمل كل ده علشان ناديه اصلا، وهو ما يعرفش ان ناديه عينيها مني بس بتنكر. عايزين تعرفوا ليه؟ علشان انا رفضت مشاعرها وقلت لها خليكي مع سومان. هتقول لي ازاي؟ انت اكيد بتهزر. هقول لك تعالى انستجرام اعمل ليا متابعه وانت هتشوف. هتقول لي هتشوف ايه؟ هقول لك هتشوف جمال الساحر. المهم ياسر بيقول له بلاش تتكلم معايا كتير، انا خدت قراري بالفعل، ابويا تعبان وانا معايا السلطه الكامله على العيله وليا الحريه اخد اي قرار. كبير الخدم بيقول له تمام يا معلم. بيكلم نفسه بيقول السيد الشاب لسه ما عندهوش خبره، الموضوع مش على الفلوس وخسارتها، الفكره ان اخته عملت ليه مهرب يقدر يهرب منه، ولو ما استغلش الفرصه دي فالغلط هيقع على العيله كلها لو ما خدش جانب المعلم صياد الحريم وساب الثلاثه التانيين. اما عند مسعود المشدود الممدود السكرتيره بتقول له انهم قدروا يعرفوا شركه بلوبيط وطلعت رئيستها اخت ياسر الكاسر وكانت ماشيه بنفس خطه شركه ادفع وانا ادلعك، هتهزر همرجحك. مسعود بيقول لها خلاص اكتمي. ومحاسن بتكلم نفسها وبتقول انا مصدومه ما كنتش اعرف عن الشركه دي خالص. بتقول له يا معلم انا اسفه كل ده غلطي، انا بجد ما كنتش اعرف. مسعود بيقول لها غلطك؟ انت بتقولي عليه غلط ازاي؟ احنا خسرنا اكتر من 10 مليار وجايه تقولي ده غلطك؟ بيرميها بضفايه الدخان وبيقول لها انت ما تعرفيش يعني ايه تمويل ب 10 مليار، هل ثقتي بيكي هي اللي خلتك شايفه نفسك ومش شايفه اللي بتعمليه؟ انت فكره نفسك تسوي 10 مليارات ولا ايه؟ انت ما تجيبيش جنيه واحد حتى، انا اديتك الفرصه بس انت ما قدرتيش تعملي حاجه. من النهارده ورايح انت مالكيش لازمه وهعلق كل الانشطه بتاعتك، هتتحجزي وممنوع تروحي مكان لحد ما اخلص تحقيق بالموضوع. واحده من البنات بتقول له بس يا معلم الاخت محاسن مستحيل تخونك، هي اتربت معانا ومستحيل تعمل كده. مسعود بيقول الموضوع خلص لحد هنا، خانت او ما خانتش هي لازم تتعاقب وتبقى عبره لغيرها. محاسن بتكلم نفسها وبتقول قصدك ايه يعني؟ عايز تستعملني علشان تغطي على نفسك؟ بنفس الوقت بالفيلا بتاعت سومان ناديه بتسال صفيه عن سومان وبتقول لها هو اخوك سابك وحدك هنا ولا ايه؟ وصفيه بتقول لها لا اخويا بالبدروم تحت. بتقول لها اخوك بيعمل ايه بالبدروم؟ فبتقول لها شكله كده عمل مختبر تحت وبيعمل تجارب سريه. ناديه بتنصدم وبتقول هو مش المفروض انه بيستعد للامتحانات؟ لسه عنده وقت للعب ده وربنا لا روح ربيه. اما سومان بيكون خلص التجربه وعمل مرهم، مش لازم نعرف تفاصيل اكتر. المهم بيقول اخيرا خلصت، انا صرفت نقاط كتير على مهاره الطب. الباب بيخبط وناديه بتقول له سومان افتح انا ناديه. سومان بيقول جت بالوقت المناسب. بيفتح ليها الباب وبيقول لها انت جيتي بالوقت المناسب، هل عندك اي ندوب على جسمك؟ بتستغرب وبتقول له ندوب؟ انا عندي واحده على جبهتي اللي شبه ساكورا بس بخبيها بشعري فمش واضحه. بتكلم نفسها وبتقول هو سومان عايز ايه؟ وسومان بيقرب منها وبيقول لها وريني كده. ناديه بتتكسف بتكلم نفسها وبتقول هو عايز ايه؟ معقوله يكون عايز عصير؟ طب ولو دخلت علينا صفيه؟ خلاص يا حبيبي اتفضل العصير. بس بتستغرب وبتقول هو مش بيشرب ليه؟ وايه الريحه دي؟ وسومان بيقول لها ما تخافيش يا ناديه ده مرهم انا عملته يقدر يشيل الندوب، خليكي واثقه فيا. ناديه بتقول له ايه المرهم ده؟ وهل ده مترخص من الحكومه؟ وبعدين ريحته وحشه كده ليه؟ بس سومان بيقول لها الحاجه اللي ممكن تشوفيها وحشه بتكون هي المفيده، زي الفسيخ ريحته وحشه بس طعمه
بصراحة كده انا ما اعرفش طعمه علشان مش بحب السمك، فالحكمة باظت. كلسن الحكمة يا ابو عمو. ما بصراحة مش معقولة واحد مش بيحب السمك هيروح ياكل سمك متعفن. ومع كامل احترامي لكل الناس اللي بتحب الرنجة والفسيخ وايوه يا فسيخ انا ايوه يا فسيخ انا. المهم ثم بيقول لها خلال 3 ساعات اوعي تغسلي وشك، مش هتلاقي المرهم ده في اي مكان. ده حاجة انا عملتها. وكمان لكن مش بيلحق يتكلم علشان نادية بتديه تمن العلاج. لا ستوب هنا يا ابني، ما احنا كنا ماشيين كويس. شكل المخرج زهق وقرر ياخد الخطوة. المهم بعد ما نادية بتمشي وسومان بيحلم، بتدخل صفية وبتقول اخويا هي الاخت نادية طلعت تجري وهي مخبية وشها ليه؟ انت خليتها تعيط ولا ايه؟ بيقول لها لا ابدا مفيش، تلاقيها كانت عايزة تروح الحمام ولا حاجة. صفية بتقول له انت شايفني عبيطة ولا ايه؟ هي في واحدة عايزة تروح الحمام هتخبي وشها؟ بعدين وشها كان احمر، اوعى تكون عملت حاجة كده ولا كده. ثم بيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اخوكي جنتلمان مش بتاع الكلام ده. امال انت هتقولي؟ ما انا عارف. صفية بتقول له تضحك على كله اللي انا. بتكلم نفسها وبتقول سومان جامد من كل النواحي والزوايا والاضلاع والمستقيمات وكل حاجة، بس مشكلته ان في بنات كتير حواليه، مع كده هيكون اخويا الوحيد. سومان بيقول لها المهم بس عندك اي ندوب على جسمك اخوك عمل مرهم لو عايزه تجربيه. صفية بتصوت بتقول له شوف لك حل بريحة الفسيخ دي. سومان بيقول انت بجد مش بتقدر المواهب دي، ده دواء مش هتلاقيه بحته ولا تقدر تشتريه بالفلوس، بس بصراحة الريحة مش كويسة، شكلي هحط عليه شوية برفيوم. تليفونه بيستقبل رسائل كتير من مجموعة هاكونا بطاطا، بيكونوا شوية من ابناء العائلات اللي معاهم فلوس بيسألوا على المعلم صياد الحريم اللي بقاله فترة مختفي ومفيش اي اثر ليه، خصوصا ان الشائعات انتشرت عنه وانه خسر فلوسه. وسومان بيتابع كلامهم وفجأة بيبدأوا يلقحوا بالكلام عليه ومش مديين اعتبار انه بالجروب. سومان بيقول انا عارف ان عيال الاغنياء اغبياء ومتكبرين بس مش للدرجة دي، يعني اختفي كام يوم تقوموا مطلعين عليا شائعات اني فلست وفلسعت. بياخد باله ان الكلام بقى يبقى فيه سب وشتم وبيقولوا الفاظ مش كويسة عليه، وان اللي هيقف مع المعلم صياد الحريم هيتخزوق من مسعود المشدود الممدود وياسر الكاسر. وشوية منهم بيتفقوا معاه بالكلام وبيقرروا يبعدوا عن سومان. سومان بيقول زمان كانوا بيقولوا لي يا اخويا وبعتين طلبات صداقة وبتاع، دلوقتي عايزين يخلعوا، تمام هلعب معاهم. بيقول لهم تمام كفاية حوارات ملهاش لازمة، اي حد عايز يخلع يتفضل، الباب يفوت بدل الجمل 2 و3 و4. الواد ابو شعر اصفر بيقول له ده كلام تقوله برضه؟ انت ناسيان انك قربت تفلس وجاي دلوقتي تتكلم بكبرياء. سومان بيقول له انت بقى الجامد واللي مفيش منك اتنين، علشان عيلة مسعود جامدة يعني، بس افتكر كلامي اي حد هيفكر يتعاون معاهم هيندم ندم كبير. اما عند الواد بتاع العربيات سلامة بيقول له بص يا عويس شوف الجروب حصلت فيه خناقة والمعلم صياد الحريم بيدشمل وخلاص، هو مش خايف يخسر اصحابه. عويس بيقول له اصحاب مين يا اسطى؟ الناس اللي مش بتفكر غير بالمكسب، مش مهم لو فضلوا من غير اصحاب. اسمع مني وهو مالكش دعوه باللي بيحصل بالمجموعه، انا دايما واقف مع المعلم سومان، هو مش زي الباقي، وانا متاكد ان لو عيله مسعود وباقي العائلات اتجمعت مع بعضيها فيقدر يخلص عليهم بايد واحده. سلامه بيتفرج على اللي بيحصل بالجروب وفعلا كلهم بيسيبوا الجروب وبيخلعوا. برايك انت سومان هيعمل ايه يخليهم يتندموا؟ وبرايك ايه اللي هيحصل لمحاسن الجاموسه بتاعت مسعود المشدود؟ ولو متحمس تعرف فما تنساش اللايك الجامد، والاجمد منه انك تعمل اشتراك لو مش مشترك، والاجمد من كده انك تعمل شير للفيديو وتتابعني على الانستجرام. واخد بالك انت؟ ايوه هناك بنزل صور ليا وحاجات اجمد من الجمدان. ركز معايا يا فنان، عارفك زعلان بس ولا تزعل نفسك، بكره فيديو جديد، ولو مش مصدق شغل الاشعارات. هتقولي وايه الفايده؟ هقولك علشان الموبايل يعمل تن 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 لما الفيديو ينزل. اصبر عليا الاسبوع ده وربنا لا دلعك. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد، والسلام عليكم.